السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير؟ هانيين؟ اموركم مزيانه؟ صحيحتكم مزيانه؟ كي دايرين مع هذا الجو؟ كنتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في اتم الصحه وفي احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه زوينه بزاف والوقيته ديالها دابا، الا وهي الطون. كيف ما كتشوفوا كاين اللي كنت شريته وشاركت معكم التقضيه ديالي ديال الاول ديال الشهر، وخديت هذا الطون هذا لقيته رخيص، خديته وبغيت ندير نصايبه في الدار. قلت نشاركه معكم باش كلشي يستافد. كيف ما كتشوفوا خديت واحد الطونه، انا راه كنت خديت جوج، وحده قطعتها درتها طاجين، وحده غسلتها مزيان ورقدتها في الخل حتى ولات على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا نقات مزيان صافي، وغادي ندير بها الطون. غادي ناخذ واحد الطنجره مباشره، غادي نبدا نهضر معكم بالنسبه لهاد الوصفه هذه، وغادي نعطيكم حتى يعني التوابل اولا العطريه اللي غادي ندير فيها، اللي غادي ندير في هاد الطونه هذه. زوين بزاف هاد الطون، انا كنتمنى انكم تجربوه. راه غزال وكيجي زوين كيصدق، يعني اي وحده ممكن يصدق معاها. ما تقولوش لا راه ما غاديش يصدق ولا ما تعرفوش ليه ولا هذا، راه كيجي غزال. غير تبعوا هاد الطريقه اللي غادي نقول لكم وديروه بنفس التوابل اللي غنعطيكم، وراه غادي يجي زوين. بلا ما نطول معاكم في الهضره بزاف كما العاده، غادي ناخذوا واحد الطنجره كما هذه. انا مبغيتش ندير في الكوكوط، غادي ندير فيها الملح في التحت هو الاول. بسم الله. الملح ما تخافوش منه، غير ديروا الملح. انا حيت ما عنديش بزاف كما كتشوفوا، ما بغيتش ما غاديش نكثر الملح. غادي ندير الملح. غادي ناخذ هاد الطريفات اللي عندي ديال الطون، غادي نحطهم. بسم الله. من طبيعه الحال من بعد ما غسلناهم مزيان ورقدتهم في الخل واحد المده، عادي يمكن تخدموا بهم باش تحيد منهم داك، حيت كما كتعرفوا كاملين الطون راه كيكون فيه الدم. من الاحسن نغسلوه مزيان ونرقدوه. هنا بالنسبه للتوابل كما كتشوفوا عندنا واحد الوريقات ديال سيدنا موسى اولا الرند اولا الغار، كل واحد شنو كيقول ليه. هنا عندنا واحد 3 ريوسه ديال الثومه، عندنا هنايا واحد 4 ريوسه ديال الشونيه اولا الفلفله حاره، الاكثريه كيقولوا ليها الشونيه هذه ديك الكارمه. هنا عندنا واحد المعلقه ديال القزبر، معلقه ديال الكمون حبوب. هاد الكمون حبوب هادشي غادي نديروه دابا هو الاول. بسم الله. غادي نفرق هاد الوريقات هنايا ونحيدو هاد العويدات بلا ما نديروهم. وهاد الورقه راه كنت هضرت لكم عليها ديك المره، راه ممكن تكون هي ممكن تكون ماشي هي، انا ما عنديش شي علم عليه بها، ولكن تلاقيت مع واحد السيد قال لي راها مغشوشه. كنت خديت واحده اخرى وانا نعاود مشيت خديت هذه عاوتاني. هنا هاد الشيء هاد القزبر وهاد الكمون حبوب، من الاحسن ديروه حبوب. هاد القزبر الدور ديالو هو كيعطي البنه ومزيان، يعني مزيان للامعاء، كيساعد على الهضم، عنده بزاف ديال الفوائد. وتا بالنسبه للاحتفاظ بهذا الطون هذا، بحال غنقولوا بحال، يعني احنا ما كنديروش المواد حافظه، ولكن هذا كيتسمى حتى هو كيحافظ لينا بحال المواد حافظه، بحال ماده حافظه. كيحافظ لينا على الحاجه اللي الوصفه اللي درناها كتبقى تصبر معنا مده طويله. هنا بالنسبه للخل غادي ندير واحد نص كاس اولا 4 كاس، المهم على حسب الكميه اللي عندكم نتوما. انا غادي نحتفظ غير بهذا الربيع، حيت غادي نوريكم شنو غادي ندير من بعد. غادي ندير هاد 4 كاس ديال الخل، وغادي نضيف عليه واحد نص حامضه، غادي نقطعها بحال هكايا طرونش،
وغادي نحطها حتى هي في والاضافه الاخيره هي هذه. غادي نضيف واحد الكاس ديال الزيت كما كتشوفوا. بسم الله. كاس ديال الزيت، وغادي نضيف عليه واحد الكاس ديال الماء يكون ما عامرش، كاس ديال الماء بحال هكا. ومن الفوق غادي نزيد شويه ديال الملح، كيف ما كتشوفوا. كانت هذه هي التوابل اللي درنا في هذا الطون هذا. صافي، راه ما درت ليه لا بزار لا خرقوم لا تحميره لا حتى حاجه، حيت انا بغيتو يكون داك تكون فيه ديك سميتو واش كما كيقولوا، تكون فيه ديك الصوره ديال الطون اللي كيتباع في الزنقه. فهمتوني اش بغيت نوصل لكم؟ يعني هذه هي الفكره اللي عندي انا ما بغيتش ندير ليه التوابل بزاف اصلا باش تبقى ديك البنه ديال الطون طبيعيه. هذه هي التوابل اللي درنا. كنتمنى انكم تتبعوا هذه الطريقه، وراه غادي يصدق معكم من المره الاولى. دابا غادي نغطي عليه وغادي نشعل عليه البوطه. غادي نشعل عليه البوطه نار عاليه في الاول كما كتشوفوا، نار يعني عاديه طبيعيه، غير يغلى. من يتغلى ليا الطنجره ديالي غادي نهبط البوطه، غادي نقص منها نخليها مهيله، نخلي العافيه مهيله. مني غادي نشوفوا راه طاب نتملسوا لقاه طاب، غادي نرجع معكم باش نوريكم المرحله الاخرى ديالو والطريقه ديال الاحتفاظ به. كنتمنى منكم انكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر غير باش تستافدوا نتوما. اما انا درتو دايره غير باش تستافدوا، حيت بعض الاخوات ما كيعرفوش الطون، وانايا بزاف الناس قالوا لي ورينا الطريقه. قلت علاش لا ما نحطهاش في القناه وكلشي يستافد، حتى حنا بزاف الحويجات ما كنكونوش كنعرفوهم، حتى حنا كنبغيو نستافدوا من الناس، حتى حنا كنستافدوا من قنوات اخرى. كنتمنى انكم تجربوه، وكنتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. راه ما غتخسروا والو، ما غتندموش. وتتوما كنتمنىكم تجربوه وغادي تستافدوا. راه والله العظيم الا كيجي مخير وكيناجح 100%، احسن من الطون ديال الزنقه. ويعني كتعرفوا شنو كتاكلوا وكتعرفوا شنو كتوكلوا لوليداتكم. بعض المرات حنا كنشريو الطون من الزنقه، ولا كنشريو غير داك كاسكروطات من الزنقه اللي فيهم بحال البانيني اللي بالطون ولا هذا، كتاكليه كتحسي بلحمك كيولي ياكلك. علاش؟ حيت ما عرفتيش هذاك الطون كيفاش داير، واش هو قديم واش هو جديد. يعني راه ماشي شي حاجه اللي خادماها بيدك. وكنتمنى انكم تصايبوا هاد الحويجات بحال هكا بيديكم. راه مفيده بزاف الحويجات، راه ماشي غير الماكله، راه مزيانه مفيده بزاف. هاد الطريقه اللي كنعطيكم واللي كنشارك معكم، لا بالنسبه لصحتكم لا بالنسبه لجيوبكم. خليكم معايا ما تمشيو فين، تتشوفوا معايا الطون كيفاش غادي يصدق ان شاء الله. ايوا كما كتشوفوا الاخوات والاخوان الكرام، كيف ما كتشوفوا الطون ديالنا هو هذا. من بعد ما طيبناه ولا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. دابا راه كنقي فيه. انا ما بغيتش نبدا معاكم التنقيه من الاول غير باش ما نطولش معكم في الفيديو، راكم كاملين عارفين كيفاش كتنقيو. كنحيدوا ليه غير داك السلسول من طبيعه الحال. وكاين واحد الجنيب هنايا كيكون فيه واحد شويه ديال الشوك. واخا تقطعوه بالمقص في الاول، انا ما بغيتش نقطعوه باش يبقى يبان ليا، باش ملي نبغي نقيه بحال هكا مني طيب يبقى يبان ليا. حيت الا قطعته في الاول بالمقص غادي يدخل ليا داك الشوك الرقيق، غادي يبقى داك الرقيق حاصل داخل. صافي نقيته مزيان بهذا الشكل هذا. وحاولوا ديروا معاه الخاطر بزاف. علاش؟ لو داش هادو غير صغار، شفتوا؟
وكتجيو لهاد البلايص اللي فيهم هاد الحيمه حمراء غير حيدوها، هذاك راه ماشي لحم، حيت هاد النوع ديال الحوت ما كيكونش حمر، كيكون بيض. شفتوا؟ ها الاصل ديالو هو هذا، كيكون بحال هكا. مني تلقاو شي طريف بحال هكايا حمر، هذا غير حيدوه، هذا راه الدم ديالو ماشي. هذا واخا كنغسلوه ما كيحيدش مع الماء، حتى كيطيب وكيحيد بسهوله كما كتشوف. صافي ها نتوما كتخليو غير هاد الطريفات اللي نقيين ما فيهم حتى شي حاجه. كما كتشوفوا راه نقيناه جا على هاد الشكل هذا، تبارك الله، راه طون نيت ماشي. شفتوا؟ وكتعرفوا شنو كتاكلوا وشنو كتعطيو لوليداتكم. هذا راه كيجي مخير، وهاد الكميه تبارك الله انا راه واخا درت غير وحده، هاد الكميه راه تبارك الله راه فيه راه خرجات. راكم عارفين كاملين بان هذيك البواطه اللي كناخذوا ديال الطون من الزنقه راه ما فيهاش بزاف، راه صغير، وراه فيها تقريبا غتكون فيها معلقه كبيره دايره 10 دراهم. وعاد المواد الحافظه، وزيد وزيد وزيد. كاين شي حاجه اللي ما كنعرفوهاش حنايا، كاين شي مواد اللي كيكونوا زايدينهم فيهم ما كنعرفوهمش حنا شنو هما. شفتوا كيفاش كيبان لكم؟ ها انتم راه زوين. يعني الحاجه اللي كتصايبيها في الدار لالا راه احسن من داكشي اللي كتشري من الزنقه على 1000 خطره. كتقتصدي على جيبك وتا على صحتك. شفتوا؟ فين ما تبان لكم شي شويه ديال داك الحيمه حمراء غير حيدوها، هذيك راه ماشي لحم، هذاك راه الدم ديالو. صافي كملت هاد الكميه اللي عندي كامله. دابا غادي نخليه، وغادي نجيب واحد الصفايه كندوق. والله العظيم الا راه جا غزال، واحد البنه فيه زوين، هذيك الملوحيه ديالو زوينه بزاف. دابا ممكن نخليوه بحال هكا على هاد يعني على هاد القياس هذا، ممكن نقطعوه طريفات بحال هكا، ليكم الاختيار. انا غادي نقطعو غير شويه ماشي بزاف، حتى وكان نبغي نصايب به شلايض وهذا. انا حيت هذا درتو بحال هكايا نحتاجوه في شليضات في البيتزا. شفتوا؟ دابا غادي نديروه هنا من الاحسن، انا نصيحه مني يعني ديروه في قراعي ديال الزاج بحال هكا. والقراعي من الاحسن ديروهم في القراعي ديال يكونوا يتسدوا مزيان. بالنسبه لهذا الشيء كيف ما كتشوفوا، هذا الشيء اللي بقى ليا في هاد الزويته هذه، هبط الكاميرا لتحت. هاد الزويته اللي بقات ليا هي وهاد الفليفلات وهاد الشيء، راه ما غاديش نلوحهم. هاد الفليفلات غادي نردهم ليهم. صافي غير داك الحامض اللي ما غاديش نهزو. وهاد الزويته هذه غادي نصفيها وغادي نخويها فوق منه باش ما يبقاش ناشف. كما كتعرفوا كاملين ان الطون ما كيبغيش يبقى ناشف، دائما يبغي يبقى عايم في الزيت ديالو. وواحد القضيه اخرى غادي نقولها لكم بالنسبه لهاد الطريقه اللي درت انا دابا. الا بغيتو ديروها، يعني الا بغيتو ما تحتفظوش به مده طويله، راه غديروا هاد الطريقه اللي درت دابا. كنتو بغيتو تحتفظوا به مده طويله، راه غادي نتسلقوه غير في الماء. من بعد ان شاء الله غادي نحط لكم فيديو بهذه الطريقه الاخرى. غادي تسلقوه غير في مليحه والماء وورقه ديال الرند، صافي شويه القزبر، ما تنسموه بحتى شي حاجه اخرى. من يتسلق مزيان هو راه كيبغي الطياب، صافي كتحيدوه من داك المياه اللي فيه، كديروه في قريعات، كتقطعوه بحال هكايا طرافي صغار، كديروه في قريعات ديال الزاج يكونوا من طبيعه الحال معقمين و يكونوا معقمين كما قلت لكم من طبيعه الحال، وتعمروا عليهم بالزيت. صافي بوحدو، ما تزيدوا عليهم حتى شي اضافات اخرين. كي نصفيوه من الماء نقيوه مزيان، نقشروه من ديك الجليده ديالو هذا. صافي كنخليوه غير في سميتو، كنخويو عليه غير الزيت في القراعي ديال الزاج. كنسدوا القرعه مزيان ونديروه في شي كوكوط بحال هكايا ونخويو عليه الماء ونخليوه يطيب واحد المده ديال نص ساعه.
صافي، ونحطوهم على الغلاقه، نقلبوا نهزوا القراعي ونقلبوهم على القراعي على الغلاقه ديالهم. هذه هي الطريقه ديال التعقيم باش تحتفظوا به واحد المده طويله. راه ما كيخسر ما حتى حاجه واخا تخلوه غير على برا. انا دابا شرحت لكم الطريقه، ولكن من بعد ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو، غير ناخذ شي حوت اخر عاوتاني شي طون اخر وغادي ندير لكم بها الطريقه الثانيه. وكنظن اننا ما بقى لنا الا نقول لكم تبقاو على خير، وكنتمنى انكم تشاهدوا هذا الفيديو كامل من الاول حتى الاخر، وما تبخلوش عليا بلي جيم وبلي بارطاج باش تعم الفائده. والى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.